راجل كبير زمان قال لي جملة، قال لي الست لو جابت جنيه زيادة عن جوزها هتتمرع عليه، مش هتشوفه قدامها. يا عم وائل، ايه يا عم؟ في ايه؟ طلبتني يا عم؟ في ايه يا ايه يا عم؟ عم داخل عليا ليه كده؟ هو ينفع اللي اختك داخل بتعمله عليا ده؟ كده اضربني ولا ايه؟ اضربك ايه يا عم؟ ايه يا عم ده انا اخو يعني اعتبر انا خلي العيال. يا عم وانا كلمتك ولا ضربتك؟ ها؟ انا اختك هي اللي منرفزاني على الصبح. في ايه خير؟ ايه يا عم اللي هي بتعمله ده؟ عملت ايه؟ دلوقتي انا نزلتها شغل، تمام؟ طلبت مني اللي هي تشتغل، كلام سليم، تمام؟ معرفش بقى هي حاسباها ازاي عشان تبقى ليها كيانها، تمام؟ واللي ليها دور في الدنيا وبتاع. انا ما اعترضتش وقلت ماشي، وانت عارف ان انا ما كنتش مقصر في بيتي، تمام؟ تمام. نزلت يا باشا شهر والتاني والتالت، معرفش بقى دقت القرش، جابت 200 جنيه، جابت 150 في اليوم. حسيت كده بالنبض صوتها وطريقتها معاها في الكلام والمناقشه. جابت معرفش في ذله كده ولا طريقتها كده غريبه، انا حسيت كده بحاجه غريبه ضايقتني. انت بتدخل كام في اليوم؟ ايه؟ بتدخل كام في اليوم؟ مين اللي بيدخل كام في اليوم؟ انت. بدخل اللي دخله يا عم، ساتر بيتي ومية مية الحمد لله ساتره يا عم، وبزياده كمان. اسالها هي بقى عشان نزلت وانا وافقتها تقوم هي بقى عامله لي المعامله ديت. حسستني بحاجه غريبه كده، وفي يعني طريقه كلام كده غريبه كده اللي هي مش خلاص انت بقى اللي نزلت. نزلتها؟ يعني انا غلطان؟ انت اللي نزلتها الشغل؟ انا اللي غلطان يعني؟ ما لا، انا مش نزلتها قصة لما هي جت غلط، قالت لي مش قصة قاعده غلط. في البيت بزهق وزهقانه وطول الوقت انت بره ومعرفش اروح فين ولا بروح في حته ولا باجي. فمعلش انا الشغل ده عاجبني وكله بنات مفيش رجاله وهنزل فيه بس اجرب وبتاع. ده اللي قالته لي. قعدت تزن 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 وانت عارف اللي فيها. يعني انت وافقت استنى على الودان امر من السحر. ودلوقتي لما هي بتجيب فلوس اكتر منك عشان طريقتها يا باشا. ما لو هي بالطريقه ديت واللي انا هحسبه دوت حاسبه دوت صح، لا تقف في البيت احسن. تقف في البيت احسن، لان الحريم كلها مش كده يا عم وائل، تمام؟ في حريم بتنزل تشتغل وبتجيب فلوس بس ما بتعملش كده، ما بتجيش تذل جزء. ها؟ لا انا بجيب فلوس يعني زيك، يعني بتحسسك بقى ان انت ايه، انت راجل انا كمان راجل. هو ينفع الكلام ده يا عم وائل؟ لا، الست ست والراجل راجل، صح ولا لا؟ ولا انا غلطان؟ عشان حتى لو وافقت؟ بيساعدوا بقى، صح. الله ينور عليك. وانت اللي جيتي طلبتي مش انا. انا مش عايزك تشتغلي، انت بتقعدي وبتجيلي كل حاجه. طب بص، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. محمد صاحبنا هو جاي اهو، انا برضك هنحكمه في الموضوع واشوف رايه ايه بالظبط. يا عم محمد مش غريب. ها؟ محمد مش غريب. يا استاذ محمد، عامل ايه يا ابو؟ محمد عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ والله طبعا انت ايه، صاحبنا بقالك زمن، اه تمام؟ وانت لو مش حد محترم ومش عارفينه مش هندخله معانا في امور عائلي زي ده. ايه بس في ايه؟ تمام؟ في ايه؟ انا جت يا عم مراتي اللي هي اختي وائل، تمام اه. جت قالت لي انا زهقانه وببقى قاعده مخنوقه وما بعرفش انا هعمل ايه وبتاع. فجت قالت لي معلش حقك عليا، انا في شغل كويس تمام هنزله وكله بنات، ما فيهوش بس الا المدير راجل وراجل كبير وحد محترم جدا. حلو. وتعالى شوف بنفسك وكله بنات مع بعضينا. تمام. فطبعا انا ما كنتش موافق في الاول، بس هي قعدت تزن 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 وتزن على الودان امر من السحر. رحت عشان اريح دماغي واشوف دنيتي واشوف حالي وشغلي، وافقت. ماشي. وقلت لها انزلي اشتغلي الشهر والتاني والتالت والدنيا جميله ومية مية. حلو. حسيت بقى لما الفلوس لعبت وجريت في ايديها، حسيت بطريقه الكلام كده، يعني حاجه كده حسستني اللي ايه، اللي هي زيها الند بالند يعني. ايه؟ الند بالند. بص يا عم ابو حازم، راجل كبير زمان قال لي جمله، قال لي الست لو جابت جنيه زياده عن جوزها هتتمرع عليه، مش هتشوفه قدامها. انا معرفش هل ده صح ولا غلط، بس اللي انا شايفه من وجهه نظر محمد مثلا ان انتوا الاتنين واحد. انتوا الاتنين واحد، يعني مفيش فرق ما بينكم. انتوا كل ده بتعملوه ليه؟ عشان تبنوا اسره، صح؟ المفروض ايوه. هي اشتغلت، انت اشتغلت، انت جبت، انت هي جابت، انتوا واحد. لكن حته ان هي تذلك او تقعد تكرر في الجمله انا لما اجيب اكتر منك، ده انا بعمل، ده انا بسوي، وعلى سبيل الهزار، انت ممكن الشيطان يخش في دماغك على سبيل السوء. فاحنا نحكم نفسنا من حته زي دي. زي ايه؟ بص يا بنت الحلال، انت ما تتكلمش في الحاجه دي. جوزك جاب اكتر، انت جبت اكتر، انتوا واحد. في النهايه بيصب في مكان واحد. لكن الست اللي هي معلش في الجمله انا بعتبرها مش متربيه،
هي اللي بتزيد وتتمادى في الموضوع ده. اقعدوا مع بعض يا ابو محترمة حازم وجدعة. واتكلموا مع بعض، اتفقوا مع بعض على كل حاجه، لا انا اللي غلطان. حطوا النقط على الحروف، النوعيات دي تقعد في البيت احسن. حطوا النقط على الحروف. انا اللي وانا مش غلطان. بقول لك ان الستات كلها وحشين، لا، في ناس محترمه بتطلع شغلها مش كلهم طبعا، ومن عرق جبينها. مش كلهم. دي فعلا ست بألف راجل، عمرها اساسا ما قالت لجوزها انا جبت عنك ربع جنيه. ده انا اعرف ناس ستات جوازهم لا مؤاخذه في الكلمه، اللي اعرج، اللي مشلول، اللي قسما برب العزه ممكن اهله يسيبوه وهي واقفه في ظهره، هي السند ليه. لا دي الله يبارك مش لها يعني. مش انت يعني، انت المفروض في الاصل انت السند ليها والامان، مم. لا هي تبقى السند والامان ليه في الوقت ده. فدي اجمد واجدع ست شفتها في الدنيا، واجدع تحيه لكم قسما بالله، وربنا يحفظكم في الدنيا وفي الاخره. لكن الست اللي تقل من جوزها عشان خاطر مليم، والله لو انا مكانه انا مش هعتبرها ست اساسا بالامانه. سلام عليكم.